ودركنا بيوت 50 متر 60 متر فيها أسر، خرج الناس منها لما توسع الناس في أمور الدنيا، صارت هذه البيوت سجن، خرجوا إلى 400 متر توسعوا، ثم بعد ذلك صارت 400 سجن، توسعوا الناس إلى 1000 و1500 إلى أن سكن الناس القصور، وصار ذلك سببا في تنكيد حياته في الدنيا قبل الآخرة. الإنسان يعيش مديون عمره كله علشان بيت، كل هذا بسبب ليقال أو مثل الناس. بات ابن عباس في عرض الوسادة والنبي عليه الصلاة والسلام مع زوجه بطولها، ونعرف بيت لما توفي أبوهم خرج منه 22 أسرة، كل أسرة في بيت. كانت النفوس طيبة ولا يوجد مشاكل مثل الآن. الآن صارت البيوت هذه الحديثة على حد زعمهم، وهي في الحقيقة تنانير صناديق من إسمنت، لو بيطفي الكهرباء لا تطاق الحياة فيها. صارت سببا لقطيعة الرحم. الإنسان الشخص ما يدعو أخاه لأن عنده بزران بيخربون الأثاث بيحوسون عليهم. نعم، إذا كان الفرش يمشط بالمشط وبالاستشوار شو بيجيب بزارين يلعبون؟ فما يدعو أخاه علشان الفرش هذا، علشان الأثاث، وعلشان من يتصور حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني الناس إلى وقت قريب من أراد أن يعمر بيت يقف من باب المسجد أعان الله من يعين، والابن طين يومين 3 ومنتهين البيت. الآن يجلس 3 سنين يعمر ويجلس 30 سنة مدين، أنت يسر له يسدد بعد علشان إيش؟ الدنيا ما تسوى. وكان ابن عمر كما في الصحيح يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. بيوت كانت عند الوجهة والكبار والأعيان تعد قصور في ذلك الوقت، لكن إذا دخلتها اليوم موحشة، بيوت ضيق، تقول كيف أخذت الناس تكلم. لكن النفس ما لها نهاية. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفطمه ينفطم. النفس تقبل الزيادة، وإذا ترد إلى قليل تقنع. يعني تظن هذا الذي يشرب قارورة البيبسي، قارورة العائلة الكبيرة بنفس واحد، هذا مع التمرين صار يشرب، لكن لو كان يكتفي بالشيء اليسير كفاه. وهذا كله من الاهتمام بالدنيا والإعراض عن الآخرة، مع أن الإنسان خلق لهدف عظيم وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا، وأمر ألا ينسى نصيبه من الدنيا الذي يعينه على تحقيق هذا الهدف.